السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه يا رب. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معنا طريقه تحضير البوتين. صراحه كيجي زوين لذيذ بزاف، نتمنى تجربوه وتخليوا لي تعاليقكم. ندوزو نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا لادانت، الكميه كتبقى على حسب عدد الافراد ديال العائله. شرملتو. بالنسبه للعطريه فاستعملت الملحه، سكنجبير، ابزار، الخرقوم، بودره الثوم والقليل من المعدنوس والقزبر. دابا غادي ندوز نطيبو شويه ديال الزيت، ودابا غادي ندوز نحضروا لاصوص بيشاميل اللي غادي نحتاجو فيها 2 معالق كبار ديال الفرينه، الدقيق الابيض، 2 معالق كبار ديال الزبده، قطعه ديال الجبن الفرماج. وبالنسبه للحليب فاستعملت هنايا 2 كيسان ونص من كاس العنبه. وغادي ننتقلوا لطريقه التحضير. في كاسرونه وضعت الزبده وغادي نديرها فوق النار باش تذوب. بعد ما ذابت الزبده دابا غادي نضيف لها الدقيق الابيض وغادي نحركهم مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا ضفت الفرماج اولا الجبن وغادي نحاول انني نذوبو. بالنسبه للفرماج يمكن لكم تخليوه حتى تضيفوا الحليب وتحاولوا تذوبوا داك الفرماج في الحليب. صراحه الفرماج كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. ضفت كاس ديال الحليب، كاس عنبه، والقليل من الملح والابزار. غادي نستمر في اضافه الحليب الكميه اللي عندي 2 كيسان ونص، ومع الاستمرار في التحريك حتى كنحس بهاد الصلصه تقالت. بعد ما وجدت جميع المكونات كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا الفريت لاداند اللي طيبته، فرماج ديال الموتزاريلا وفرماج كاري. بالنسبه للجبن استعملوا الجبن اللي بغيتو. وعندي هنايا طبق التقديم اللي غادي نقدم فيه هذا البلا. غادي نوضع الفريت ومن بعد غادي نزيد اللاداند. بالنسبه للاداند يمكن لكم تعوضوه بصدر الدجاج اولا بالكفته اولا بفواكه البحر. وغادي نضيف فرماج كاري، ويمكن لكم تستغناو عليه الا ما توفرش عندكم. وغادي نزيد نصف الكميه اللي بقات لي ديال الفريت ولادانت. دابا غادي نزيد لاصوص بيشاميل. بعد ما ضفت لاصوص بيشاميل دابا غادي نزيد الجبن. ودابا ما بقى لنا غير ندخلوه للفرن. نخليكم دابا ونعاودوا نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا البوتين. نتمنى انه ينال اعجابكم وتجربوه، صراحه كيجي زوين ولذيذ. وصراحه كيعجب الوليدات بزاف. نتمنى انكم تجربوه وتخليو لي تعاليقكم. شكرا على المتابعه والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.